السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم انا غادي نشارك معكم وصفه كما كتشوفوا في العنوان، غير بجوج ديال المكونات. وقبل ما غنبدا الفيديو كنتمنى انكم تخليو لايك ديالكم واشتراك. مرحبا بكم. العشاء ديال اليوم غادي نحتاج بالنسبه لهاد الكميه اللي غادي نوريكم، بالنسبه للكميه ديال الشخص نتوما غتبقى على اسمع على الاشخاص اللي عندكم في الدار. عندي هنا غير جوج فلفلات اللي نقيتهم مزيان، شويه ديال الروز اللي غسلته مزيان ونقيته، غسلته 3 ديال المرات. وهادو هما المكونين الاساسيين. ونبداو على بركه الله. اول حاجه عندي هنا حبه ديال البصله كبيره مشلضه، مع حبة متوسطة ديال المطيشة اللي نقيتها حيت الزرع ديالها والماء اللي كيكون فيها، وقطعتها قطيات هكا صغار، مع حبة ديال الفلفلة خضرة، مع قزبور ومعدنوس، والروز كلاسي. الا كان عندكم الروز البيض العادي يمكن لكم تستعملوه بحال اولا الروز الابيض. انا استعملت عندي روز اصفر، استعملت الروز الاصفر. عندي هنايا حامض مصير اللي حيدت ليه اللب ديالو وخليتي غير هذيك القشره هي اللي قطعت طريفات صغارين. صافي هنا عندي توابل: ملحه، بزار، خرقوم، تحميره. الا عندكم سكينجبير، لازمه داكشي على حسب الذوق ديالكم. بالنسبه للتوابل نزيد شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار وشويه ديال الخرقوم وشويه ديال التحميره. صافي هادشي اللي درت. بالنسبه للوصفه يدير فيها حتى هادشي القرفه. الا كانت كتعجبكم كنتو كتاكلوها تقدروا تضيفوا معلقه صغيره ديال القرفه. انا ما كتعجبنيش وما ما درتهاش. صافي هنا عندي واحد دامة ديال البنه. تقدروا تضيفوها، وبالنسبه للناس اللي ما كتعجبهمش ما يضيفوهاش. بالنسبه للوصفه كيدار فيها الدجاج ولا كفته، الا بغيتو تضيفوا دجاج ولا كفته. انا ما ضفتش، زعما ما بغيتش نضيف ليه اللحم لا كفته ولا دجاج. تعمدت نخليها غير هكا بالروز مع الخضره. صافي هنايا ضفت 2 المعالق كبار ديال الزيت روميه. وإلا بغيتو الوصفة تكون أكثر صحية تقدروا ما تضيفوش الطامة، وتقدروا تعوضوا زيت الرومية بالزيت بلدية، هكا غتكون صحية أكثر. صافي خلطت المكونات ديالي مزيان. هنا غادي نعمر هذيك الفلفلة ديالي بهاد الشي اللي خلطت. في إناء غادي ندير الحشوة اللي بقات ليا، غادي نحطها لتحت باش غادي نضيف عليها هادوك الفلفلات ديالي من الفوق. هنايا من بعد ما ضفت هادوك الفلفلات غادي نعاود ثاني نضيف داكشي اللي بقى ليا من الفوق. انايا درت الحشو لتحت حيت باش ما تلصقش الفلفله في الاناء. وبالنسبه للزيت ما ضفتوش حيت كما شفتوا درتو مع الحشوه. هنايا داك الاناء خويت فيه الماء هكا، وداك الماء ضفتو للحشوه. صافي هنايا غادي نغطيه هكا وغادي نخليه حتى يبدا يطبخ، وغادي نقص ليه البوطه. طيبوا على بوطه مهيله حتى تشوفوا، تقيسوا هكا الفلفله وتقيسوا هديك الروز وتشوفوهم طابو. الا ما طابوش تقدروا تعاودوا تضيفوا الماء. صافي الا طابو راه كطفيو ليه من بعد ما ينشف. صافي وهكا كتقدموه، كتديروا الحشوه لتحت، من بعد كتحطوا فوق من هذيك الفلفله.
كيجي بنين بزاف. متأكدة الا جربتوها ما تعجبكم وغتعجب وليداتكم وما تبقاوش تستغناو عليها. كنتمنى ان الفيديو يجيله منال الاعجاب ديالكم. الا وصلتوا حتى لهنا ما تنسوش تخليو لايك وكومونتير وديروا متابعة. ما تنسوش تفعلوا زر الجرس. وشكرا بزاف على المشاهدة، وبسلام عليكم.